السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد. دلوقتي بعصج لحمه علشان اعمل مكرونه بولونيز الساعه 1 بالليل تقريبا. متعرفوش ده حصل ازاي، بس يلا ممكن انتوا تعتبروها غدا. خدوا الاكله دي كده اعملوها زي في الغدا تحفه. انا النهارده اهو بعصج اللحمه وسلقت المكرونه خلاص. طبعا يعني انا بس بوريكم التكات كده في الاكله دي. انا بعملها حلوه بتطلع حلوه معايا، بس هي طبعا سهله قوي مش محتاجه فن. انا بستخدم الصلصه دي علشان ما تحطوش صلصه نوع تاني وتطلع المكرونه طعمها مش حلو. الصلصه دي بالنسبه لي انا طعمها مستوي وطعمها حلو، فانا مش هجيب نوع صلصه يعني اي كلام كده واروح حاطاه وبيخلي طعم المكرونه مزز او طعمه مش اللي هي الصلصه مش مستويه. لا، النوع ده تحفه معاكي في المكرونه. مش بتحتاجي بقى تسبكي صلصه، هيديكي نفس طعم كأنك مسبكه صلصه في البيت. تمام. انا سلقت المكرونه وعصقت اللحمه وحطيت الصلصه على اللحمه، وبعدين نزلت بالمكرونه وقلبت كله في بعضه. بس حطيت كميه الصلصه اللي انا عاوزاها بتاعه المكرونه في اللحمه، وبعد كده زوقت من فوق. على فكره مش حاطه لحمه كتير، هي بس انا مقربه الكاميرا. قلبت شويه المكرونه في اللحمه مع الصلصه. طبعا زي ما انتم شايفين انا عملت يعني حته سمنه كده مع توم، وبعدين رحت نزلت عليها يعني صفرتها كده، وبعدين رحت نزلت عليها بالصلصه عشان برضو تبقى طعمها حلو. وبعدين حطيت اللحمه على الصلصه على المكرونه وقلبت. كنت سايبه شويه لحمه على جنب، وبعدين زوقتها كده على الوش. تمام. انا دلوقتي بقى جنب المكرونه هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل بطاطس. دي بطاطس بتاعت كوكي. النهارده هعمل حاجتين وهقول لكم رايي فيهم. انا دلوقتي بحمر كوكي. انا كنت بقالي فتره كبيره ما بجيبهاش. بقيت بستخدم اطياب، يعني الفتره الاخيره لقيت طعمها ما بقاش زي زمان، بقيت اجيب اطياب. بس اضطريت النهارده ده اللي لقيته هنا عشان احنا كنا متاخر ان انا اجيب كوكي. هجربها معاكم النهارده وهقول لكم رايي فيها ايه. عملت كوكي قطع اللي هي الفراخ اللي هي الفرخه الكامله. تمام. وعملت برضو حاجه تاني، عملت ستريبس بس نوع تاني خالص. جربته كده بقالي سنه، يعني بقالي سنه كده يعني شغاله بيه. تحفه جدا، احلى من اطياب واحلى من كوكي. يعني النوع اللي انا هوريهولكوا ده بتاع الستريبس. لو لقيتوه في اي سوبر ماركت، بس غالبا يعني هتلاقوه في هايبر او في اي سوبر ماركت عادي، بس اللي هو مش موجود، مش متواجد كده عادي متاح. تمام. انا بجيبه من هايبر، يا اما في هايبر كده في العبور حد بيجيبهولي يعني، بس انا مش ساكنه في العبور يعني. تمام. بصوا الستريبس، هو الحاجه اللي فيه بس اللي القطعه بتاعته مش متساويه، يعني مش هتلاقي حته تخينه حته رفيعه، بس طعم تحفه. طعم تحفه يعني. بصوا القطعه التخينه دي طعمها نستيكي اصلا. شكل القطعه عامل ازاي؟ زي بالظبط لما الستريبس اللي بناكله بره واحلى. طبعا انا عملت كوكي. هي حلوه، ظبطوا شويه طعمها عن الاول. وحطيت كده البطاطس في النص، حاطين معاه شويه بطاطس صغيره. وده شكل كيس الستريبس اللي انا بقول لكم عليه. انا طبعا جايباه سبايسي، لو لقيتوا منه هاتوا منه كتير. وعايزه اقول لكم هو كيلو حلو محترم. ممكن كمان هو البارد حلو، بس هاتوا برضو منه السبايسي حلو قوي. وده شكل المكرونه. يا رب تكون عجبتكم، بتكون وصفة المكرونة السريعة دي عجبتكم. انا ما بعملش فيها اي حاجة تانية، زي ما انتوا شفتوا بالظبط، وبتطلع طعمها تحفة. المهم نوع الصلصة، طبعا لحمة نوعها نضيف وكويس ومن مكان احنا بنحب نجيب منه. وبالنسبة للكوكي طعمها حلو، بس طبعا برضو انا بفضل اطياب. انا اضطريت بس اجيبها، بس يعني بقيت احسن من الاول. نوع الستريبس اللي انا وريته لكم ده تحفة، لقيتوه في اي مكان هاتوه. انا عملت المكرونه، بس طبعا ما عرفتش اصور الاكل كله جنب بعضه. عملت المكرونه وسهله قوي، بتاخدش 10 دقايق. تمام. ممكن تعملي باي نوع مكرونه براحتك. وكيس الستريبس هوريهولكوا عشان من كتر ما هو عجبني عاوزاكم تجيبوه. حلو قوي، مش هتجيبي اي نوع تاني. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني الفيديو الجاي. باي باي.